ليه احنا مش بنتغير؟ السؤال ده في ناس كتيرة سألوا لنفسها لما بيحاولوا يغيروا اي حاجة ايجابية في حياتهم. الحقيقة ان التغيير مش امر سهل، بس في عوامل برضه تلعب دور تخلي التغيير صعب. اول سبب اللي مش بيخلينا نتغير هو الراحة بالوضع الحالي بتاعنا. احنا كبشر بنميل للتمسك بالحاجة المألوفة لينا اللي هي بتقدم لنا راحة بدون مخاطرة ومش بتسبب لنا اي مشاكل. فانت بمجرد انك تبقى عاوز تاخد مغامرة للتغيير فانت هتفكر فيها وتقول ان المغامرة دي غير ضرورية، وبنخاف ان التغيير يكون معاه مخاطرات وتحديات اللي احنا مش بنكون مستعدين لها. السبب التاني اللي بيحترق طريقنا نحو التغيير هو العادات القديمة. العقل البشري مبرمج لتكرار السلوكيات اللي اتعودنا عليها من مجتمعنا، ومع مرور الوقت بتبقى العادات دي جزء من شخصيتنا، وده بيخلي ان التغيير مهمة صعبة ومليانة بالتحديات والصعوبات. التخلص من عاداتنا القديمة ده هيديك خطوة لقدام التغيير، وده هيتطلب منك شوية مجهود والتزام. السبب التالت اللي بيعيق طريقنا للتغيير هو الخوف من المجهول. التغيير يعني دخول إلى عالم غير مألوف ليك خالص، بره الكومفورت زون بتاعتك، وده بيخلينا ان احنا مش عارفين ايه اللي بيستنانا في الطريق، ايه اللي احنا هنواجهه، والشعور ده مش بيخلي عندنا حماس، وده بيخلينا نفضل الابتعاد عن المخاطرة احسن ما ندخل ونواجه تحديات. السبب الثالث الضغوطات الاجتماعية. الضغوطات الاجتماعية بتلعب دور كبير في مقاومتنا للتغيير، فكلنا جزء من بيئة اجتماعية بتأثر على قراراتنا وتوجيهاتنا، وممكن يكون من الصعب علينا ان احنا نتخذ قرارات مختلفة عن التوقعات او التوجيهات اللي المجتمع اللي احنا بننتمي ليه حاططها لنا. لكن اللي لازم نفهمه ان التغيير مش بيجي من فراغ. لو انت حابب انك تتغير وتحقق تغيير ايجابي في حياتك فمن المهم انك تكون على استعداد للعمل بجد، تكون مستعد انك تواجه كل الصعوبات والتحديات اللي هتواجهك في الطريق نحو التغيير. ابدأ اعرف العوامل اللي بتعيقك على التغيير واعرف ازاي تخلص منها. بالرغم من الصعوبات اللي انت هتقابلها في طريقك خليك ماشي في الطريق وتغلب على الصعوبات كلها وتغلب على التحديات وغير حياتك للأفضل. بس وبكده يكون وصلنا لهذا الفيديو. متنساش تنزل تحت تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناة كنت مش مشترك، فعل زر الجرس عشان توصلك كل جديد هنا على القناة، والسلام.